في مقدمة الفيديو كده يا جماعة إن شاء الله هلكم على خبر حلو، خبر كويس جدا للناس اللي هي بتهتم بحالة السوق وبحالة التصدير، وخبر كمان حلو عن حالة الحبوب الفترة اللي جاية إن شاء الله. ولكن في مقدمة الفيديو كده تابع، يعني مش عايزك تسيب حاجة من الفيديو، تابع الفيديو للنهاية عشان خاطر تستفيد بجميع المعلومات كلها. طبعا إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في هبوط في أسعار الحبوب تاني أقل من 30 جنيه. هيكون غدا ان شاء الله هيكون في لم على جميع انواع الطيور. طبعا الحد القادم ده غير اي حد مر علينا طبعا. ما يكون في سوق حد في بدايه الطلبيات بيكون في لم، او لما يكون في نهايه الطلبيات بيكون بيقابلنا او بيمر علينا سوق حد. فده اللي بيكون ما يكونش فيه لم كتير، او بيكون الاسعار بتبدا تنزل فيه. ولكن في نهايه الفيديو هفهمكم الحته ديت، او فهمكم النقطه بتاعت سوق الحد. ليه بيكون دايما الاسعار اقل من سوق الجمعه، وليه ما بيكونش فيه لم اقل؟ بيبقى كل اللم اقل فيه من سوق الجمعه، ولكن الحد ده مختلف تماما عن كل حد ان شاء الله. طبعا الحد ده هيكون فيه لم طبعا ان شاء الله، لان طبعا بدايه الطلبيه هم محتاجين طيور كتير، وبالاخص طيور الكوكتيل، وهي مش موجوده في السوق اصلا. يعني ان شاء الله هيكون بدايه من الحد القادم ده هيكون فيه لم، والاسعار هتبدا ترتفع. هيكون في ارتفاع في اسعار الطيور احسن من سوق الجمعه، او ازيد من سوق الجمعه. يعني الكوكتيل اللاتيني كان وصل لحد 680 جنيه، وصل لحد 700 جنيه في سوق الجمعه. ان شاء الله بدايه في سوق الحد القادم ان شاء الله اللي هو غدا هيكون مش اقل من 725. ده التجار هتلم على بالسعر ده. انت يعني نصيحه ما تسلمش التجار اقل من 725 فيما فوق، لان هو وصل لحد 750 جنيه في الطلبيه الماضيه. تمام. دي الاسعار اللي احنا وصلنا لها. اخر حاجه بالنسبه للتجار، الاسترالي اللي هو الكبير الشغال مش اقل مثلا من 80 جنيه، 90 جنيه اقل حاجه، لان الاسترالي عارفين ان هو متوفر في السوق وكتير في السوق. غير الكوكتيل، الكوكتيل عامه بجميع انواعه وجميع طفراته ما هوش موجود، سواء الايزابيلا او المصبع او اللاتيني يعني المصبعات الرايقه او الفرنساوي او الواد فيس. الحاجات دي كلها ما هيش موجوده في السوق بشكل كبير، وبالاخص اللاتيني وسعره رفع، وهيوصل في سوق لحد دوت ل 725. وممكن في اخر السوق لو ما فيش كتير التجار توصلوا ل 750 جنيه. وده بيرجع للمربي او بيرجع للهو اللي هو في السوق اللي بيتمسك بطوره ولا لا. طبعا ان شاء الله في سوق الحد هيكون في لم طبعا على جميع انواع الطيور، وهتكون بالاخص على الكوكتيل، وسعره هيرفع الفتره اللي جايه اكتر من كده كمان، وهيعدي 750 جنيه ان شاء الله الفتره اللي جايه. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو اصلا مش موجود في السوق، يعني مش موجود في السوق كتير الا مع ناس قليلة بتنزل او بتنتج، يعني يكون عندها اصوص كبيرة شغالة لسه ما صفتش، وبيكون عندها الانتاج. الزغاليل بتاعته النهارده بقت تعمل 500 جنيه، الشبابيات بقت تعمل 600 جنيه. سعره رفع، يعني سعره رفع في السوق الجمعة، وكان برضو ما كانش متاح وما كانش متوفر. والايزابيلي برضو كان عليه لم، والمصبع كان عليه لم، والحبشي كان وصل ل 300 جنيه و350 جنيه في الطلبيه اللي فاتت. هيعدي الكلام ده في الطلبيه دي ان شاء الله، لان هو مش متوفر الفتره اللي جايه. وخبر الحلو اللي هو التاني ان بدأ بالفعل نزول الحبوب. وطبعا ان في ناس بنتواصل معاها ان شاء الله. الناس ديت اللي هي برضو بتلم حبوب او بتخزن حبوب او تجار حبوب، بيقولوا ان ما حدش يخزن الفتره دي، لان في حبوب تاني ان شاء الله داخله. ولسه برضو الموسم الحصاد شغال، وما زالت في ناس لسه عندها بلكم ما بعتهوش للتجار. فده الفتره اللي جايه هيخلي البلكم هيوصل ل 25 جنيه. ده من احد التجار اللي احنا متواصل معاهم، اللي هم اصحابنا من على الفيسبوك، بيقولوا ان هم عندهم البلكم هيوصل ل 20 جنيه، او هيوصل ل 25 جنيه، هينزل عن ال 30. ولكن دي نصيحة برضو ما تشتريش بكميات كبيرة. دي بالنسبة لي حالة الحبوب الفترة اللي جاية ان شاء الله ممكن ينزل عن ال 30. والناس اللي هي بتتابع التقارير بتاعتنا بتتابع حالة السوق معانا، احنا قلنا قبل كده في كذا تقرير، وبنعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة، ان قلنا الحبوب هتنزل من 65، وكانت وصلت للبلكة من 70 جنيه، وقلنا الحبوب هتنزل ل 40 جنيه تاني، والناس ما كانتش مصدقة. ولكن بالفعل الحمد لله كل المعلومات اللي بنوصل لها من اخونا ابو عمار معلومات دقيقة، ومعلومات كلها موثوق منها، ومعلومات اكيدة طبعا بفضل الله. طبعا الحبوب هتنزل عن ال 30 جنيه تاني، وهتوصل ل 28، وهتوصل ل 25 ان شاء الله البلكم. النهارده البلكم الحبه المتغربله النهارده بقت ب 35 جنيه، الحبه النظيفه السوبر ما فيهاش اي طين ولا فيها اي اتربه. وفي بلكم برضو متغربل محترم. طبعا بيختلف من محافظه لمحافظه ومن مكان لمكان. في بلكم النهارده ب 30 جنيه حبايه متغربله، حبايه 100 100 ما فيهاش اي حاجه، وب 32 جنيه حبايه متغربله. ده بالنسبه لحاله الحبوب الفتره اللي جايه ان شاء الله، وان برضو نعرفكم في التقرير ده عشان برضو ما يخوش بره موضوع السوق. الناس اللي هي مهتمه بالسوق بتيجي من محافظات تانية عاوزه تنزل وتطمن ان ان شاء الله هيكون في لم،
ولكن هيكون في ارتفاع في الاسعار ان شاء الله سوق الحد، وهيكون التجار كلها متواجده، لان دي بدايه طلبيه، ودي اللي احنا النقطه بقى اللي احنا عاوزين نوصلها لكم الفتره اللي جايه ان شاء الله، او نوصل لكم في نهايه الفيديو. ليه بقى الحد ده هيكون فيه لم ويكون فيه ارتفاع في الاسعار؟ لان دي بدايه طلبيه، وبدايه ان التجار كلها محتاجه الطيور في في سوق الجمعه في السيده عائشه. طبعا التجار كلها محتاجه الطيور. اما بقى لو الحد ده اخر حد في الطلبيه، بيكون اللم قليل جدا. لو في تاجر ناقصه حاجه ما كملهاش، بيبدأ بالفعل ان هو يكملها، وبيبدأ ينقي الحاجات اللي هي المحترمة، المستويات اللي هي الكويسة بسعر قليل، عشان لو هو كان واخد حاجة في بداية الطلبية بسعر عالي، دي بتعوض دي. تمام. فالفكرة في ان هو في بداية الطلبية او في مقدمة الطلبية، الناس كلها او التجار كلها بتتنافس مع بعض وبتلم بكميات كبيرة. وده بقى بيرجع للهوى المربي اللي هو في بداية الطلبية او في نص الطلبية، يتمسك بالاسعار، ولو عنده كميات كبيره من الطيور ما ينزلش بقى مره واحده حتى لو استرالي. وبدأ بالفعل اللم على الاسترالي بجميع انواع الجلدنات والفلل والشوشه وكرك والانصاص الاسترالي اللي الفتره الجايه هيكون عليه لم برضه، ان الطلبيه دي محتاجه جميع انواع الطيور. بالنسبه للزبره اللي هي الفينيشات، بالنسبه للروز بجميع انواعه وجميع طفراته ما عدا اللون الاخضر، سواء لاتيني او عوايد. بالنسبة للكوكتيلات طبعا احنا قلنا ان الكوكتيلات كلها عليها لم ان شاء الله. ولو في حاجة انتوا عايزين تسألوا عليها انا نسيت اقولها في الفيديو دوت، ايه هي اسعارها وايه هي اللي يكون عليه لم او ما عليهاش. بالنسبة للشغل الرصاصي برضه عليه لم، اليمام الماسي زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، ده الموسم بتاعه، دي الطلبية بتاعته هيكون عليها لم ان شاء الله في شهر 6 وفي شهر 7. لسه معانا فترة اللي عنده يمام ماسي يحتفظ بيه. طبعا سعره هيرفع الفترة اللي جاية، واحنا قلنا فيه لم ومطلوب يمام ماسي في الطلبيات اللي هي شغالة ديت، مطلوب فيها اليمام الماسي. مطلوب الجلدينات طبعا احنا قلنا الجلدينات مطلوبة في الفيديو اللي فات، ولكن برضو بنأكد عليك في المعلومة ان الجلدينات مطلوبة بجميع الوانها. تمام. عندك الاسترالي طبعا بجميع الوانه ما عدا الاسترالي بالفواتح بجميع الوانه. طبعا عليه لم، ولكن هو سعره قليل جدا، ولكن ده حسب المربي وحسب الهوى اللي بينزل السوق. لو تمسك بسعره هيقدر يرفع السعر بتاعه، لكن المفروض ان هو ما يتباعش اقل من 100 جنيه الكبير الشغال، فيما فوق اقل من كده لا. الكوكتيل الحبشي كان وصل ل 300 جنيه و325 و350، مش اقل من كده، ما ينباعش اقل من كده. والفترة اللي جاية أحب أعرفك إن الحبوب هتنزل، ما تكترش حبوب أو ما تزودش عندك حبوب أو تخزن حبوب بكميات كبيرة، ولكن هنكتفي بهذا القدر من الفيديو. ولو أنت لسه بتسمع الفيديو لهذه اللحظة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو إحنا نسينا نقول حاجة، اكتب لنا في الكومنتات وإحنا إن شاء الله هرد عليك. عاوز تعرف أسعار أو عاوز تعرف أي حاجة، اكتب لنا في الكومنتات وإحنا إن شاء الله هرد عليك بنفسي.